ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم ابراهيم دوما من قناه اكاونتنج كورس. النهارده ان شاء الله الفيديو ده مهم جدا جدا للطلاب اللي في الكليات والمعاهد. باذن الله الفيديو ده هتستفاد بيه بنسبه 100% وهيغير حياتك لو سمعت النصائح ديت بنسبه 180 درجه. وفي ناس كتيره طلبته مني والحمد لله ده شرف ليا ان الناس عايزه تعرف مني المعلومات دي، فاسمع الفيديو لحد النهايه. اولا حابين نرجع شويه لايام الثانويه. ايام الثانويه وانت طالب كنت في الثانويه كنت بتشيل الشنطه على كتافك وبتروح الدروس وليل نهار يا عيني وكان بيطلع عينك حرفيا، وكنت بتروح في كل ماده درس واثنين وثلاثه، وكل المدرسين طبعا كنت بتدفع لهم مبالغ رهيبه، وفي الاخر الشهر كنت بتدفع مرتب مثلا حوالي 2000 جنيه وانت في الثانويه. النهارده بقى الكليه غير كده تماما، وبعد كل التعب اللي انت كنت بتتعبه ده يا عيني ما قدرتش تجيب المجموع اللي انت كان هدفك فيه. ناس كتيره مثلا كان نفسها تخش طب او هندسه او تخش مثلا سياسه واقتصاد، الكليات اللي هي كليات القمه ديت، وفي الاخر دخل مثلا كليه تجاره. بس كليه التجاره زي ما اتكلمنا في الفيديوهات قبل كده هي من احسن الكليات اللي طالعه دلوقتي. التجاره اللي هي انك تكون محاسب او برمجه ديت حاجات العصر، فانك تخش كليه فلازم تعمل بعض الشروط عشان تقدر بقى تجيب المجموع الكويس اللي في دماغك وتكون من المتميزين في اي كلية او اي معهد ايا كان. فهنقول لكم النهاردة عن 8 نصائح لو انت مشيت عليهم في اي كلية او اي معهد هتقدر تجيب اعلى تقدير انت تقدر تجيبه. فاسمع لحد الاخر. اول نصيحة عشان تكون جايب مثلا امتياز او تقدير جيد جدا في الكلية، لازم تعرف عن الكلية بتاعتك او المعهد بتاعك ده كل حاجة. يعني ايه؟ يعني تعرف اقسامه، تخصصاته، تعرف المعلومات اللي فيه، تعرف تاخد خبرات من طلاب اكبر منك، تشوف كل حاجة عنه. لما تعرف المعلومات ومزايا القسم بتاعك او مزايا الكلية بتاعتك او مزايا المعهد بتاعك، فده هيحببك في الكلية. فانك تكون في كلية او معهد لازم اول حاجة تحب المجال اللي انت فيه. طالما انت بتحب المجال اللي انت فيه هتقدر تجتهد فيه، هتقدر تجيب امتياز، هتقدر تجيب جيد جدا، هتقدر تجيب تقدير كويس. فدي اول نصيحة، لازم تدور، لازم تعرف كل المعلومات عن الكلية او المعهد اللي انت فيه. والحمد لله لو انت في تجارة فهتلاقيني على القناة قايل كل حاجة عن كلية تجارة وعلى الأقسام اللي في كلية تجارة وشارحها بالتفصيل، وهتلاقيها في الوصف بإذن الله. تاني حاجة بقى، انت طالب من الطلاب الجدد، فانك مثلا لو تكون طالب من طلاب جدد او داخل اي كلية جديد، فالكلية بتاعتك او المعهد بتاعك بيعمل مؤتمر تأهيلي للطلاب الجدد، بيعرفك عن المعهد، بيضيف لك معلومات. وفي بعض الدكاترة بتعمل كورسات تأهيلية مجانا، وفي دكاترة كتير عندنا في كلية تجارة عاملة كورسات تأهيلية مجانا. ما تحضرش عند دكتور، لا احضر عند دكاترة كتير. ليه بقى؟ عشان تاخد خبرة من عند الدكتور فلان والدكتور احمد الدكتور محمد، تاخد خبرة كبيرة. ومن الدكاترة اللي عاملة كورسات تأهيلية مجانا لطلبة التجارة وجزاه الله كل خير زي الدكتور مثلا محمد حسن. الدكتور محمد حسن من الدكاترة اللي دايما كان بتقف جنبي بجد بجد. ان انا مثلا لو حابب معلومة، طبعا زي ما انتم عارفين انا طالب في كلية تجارة بشرح محاسبه ورياضه وكده، فاما كنت بحب حاجه مثلا في المحاسبه او كده فكنت بسال الدكتور محمد حسن وكان بيفيدني جدا. وهتلاقي الفورم بتاع تسجيل الكورس المجانا في الوصف برضك. فانك تكون طالب في مثلا في اي كليه او في اي معهد فلازم تحضر الكورسات التاهيليه عشان بيديك خبره، بيفيدك، بيقول لك ايه المواد اللي انت تهتم بيها، وبيقول لك بتركز على المواد ايه في فرقه اولى، عشان المواد اللي مثلا في بعض المواد زي المحاسبه زي الرياضه زي الاقتصاد، المواد دي بتكون مواد اساسيه جدا بتستفيد منها. لو انت مثلا ذاكرتها كويس جدا في فرقه اولى هتفيدك في فرقه تانية، هتفيدك في فرقه ثالثه، في فرقه رابعه. فالمواد ديت لازم تعرفها. والحمد لله احنا شارحين كل حاجه برضك للمحاسبه، عشان في بعض الناس ما بتكونش عندها قدره ان هي مثلا تروح كورسات، او في ناس بتبقى بعيده عن الكليه فبتكسل تروح محاضره او كده. فكل حاجه هتلاقوها على القناه دي لطلاب كليه التجاره. تالت نصيحة بقى حابب أقولها لك، الحضور للمحاضرات. الحضور المحاضرة مهم جدا 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 إن أنت تحضر كل المحاضرات. كل محاضرة مهمة جدا جدا. انا بيتهيألي يعني ممكن يكون على ما اتذكر كده ما غبتش الا محاضرتين ثلاثة في السنة فرقة اولى كلها. ليه؟ عشان مثلا المحاضرة دي كان في عندي مؤتمر، انا كنت حابب في البداية اعرف كل حاجة عن الكلية، فاما كنت اسمع ان في مؤتمر في الكلية فكنت احب اروح احضره، فكنت ممكن افوت محاضرة بس اسمع مؤتمر، اسمع دكتور اكبر مني، اسمع حد عنده خبرة يفيدني. ودي ركز عليها بالذات لو انت في فرقة اولى عشان هتفيدك بجد. ممكن تفوت محاضرة
قبال ان انت تحضر مؤتمر يغير من حياتك وتفكيرك 180 درجه. والحضور مهم جدا جدا. ليه بقى؟ انت مثلا كنت في الثانويه كنت بتاخد كتاب، الكتاب ده كنت بتذاكره كله. لا، الكليه مش كده خالص. الكليه لو انت ذاكرت من كتاب، احب اقول لك اقصى حاجه انت ممكن تجيبها جيد او جيد جدا. الكليه تحضر المحاضره، تسمع الدكتور، تكتب المحاضره، تكتب الاسئله المهمه اللي الدكتور بيقول عليها، بكده انت تقدر تجيب امتياز. اما لو انت مثلا قلت ده انا هذاكر من الكتاب، فانت مش هتجيب درجه كويسه، عشان الدكتور ما بيشرحش الكتاب كله. الدكتور بيركز على بعض النقاط المهمه جدا جدا في الكتاب وخلاص، ما بيشرحش الكتاب زي مثلا في الثانويه المدرس كان بيشرح الكتاب والمقرر علينا. لا، دي حاجه والثانويه حاجه، الكليه حاجه والثانويه حاجه. رابع حاجة بقى مهمة جدا جدا، وهي الشيتات. بما انك طالب في كلية فلازم تعرف حاجة اسمها شيت. الشيت ده انت مثلا بتروح الكلية وبتدفع المصاريف بتاعت الكلية وبتشتري الكتب، مع كل كتاب انت بتاخده بتاخد شيت. الشيت ده انت بتحله زي مثلا كده كان عندنا حاجة اسمها واجب، لا في الكلية اسمه شيت. الشيت ده انت بتحله وبتقدمه للدكتور، بيكون عليه نسبة 20 درجة. بس الشيت ده مش مهم ان انت تسلمه للدكتور بس، لا، الشيت ده كل سؤال فيه بيجي في الامتحان بنسبة 60% من الشيت. يعني اي سؤال في الشيت حتى لو صعب فركز عليه عشان بيجي في الامتحان. فدي نصيحة مني، عشان وانا في فرقة اولى ناس كتيرة كانت بتهمل الشيت، بس انا كنت بحل الشيتات وكنت اروح الامتحان الاقي اسئلة كتيرة جدا جدا اللي في الشيت بيجي في الامتحان، عشان الدكتور هو اللي عامل الشيت، فهو نفس بتفهم من خلاصة كده. اهم حاجة تفهم دماغ الدكتور ده. طالما انت حليت الشتات، حليت الكتاب بتاع الدكتور، اسئله في الكتاب، فانت بتفهم دماغ الدكتور. لقيت مثلا ان الشيت صعب، فاعرف ان الدكتور ده مش سهل، ركز على الماده بتاعته. والشيت ده انت بتسلمه للدكتور بعد شهر. فدي برضو من الحاجات اللي طلبه كتيره بتاعها فيها، بيروح يقول مثلا بيلاقي شيت صعب، شيت صعب ويكسل وما يهتمش بالماده. لا، لو انت لقيت الشيت صعب ومش عارف تحله، فاعرف ان انت واقع في الماده دي وركز عليها وحاول تجتهد فيها، حاول تروح فيها كورس، حاول تسال اصحابك، حاول تسال حد اكبر منك، وما تقلقش خالص، واحده واحده. والكليه زي ما احنا قلنا سهله، بس اهم حاجه تعمل الخطوات دي عشان تجيب نتيجه كويسه ونتيجه ترضيك. خامس نصيحة ومن أهم النصائح اللي أنت لازم 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 تعملها، وهي التفاعل. ان انت تكون متفاعل مع الدكتور. الدكتور مثلا يسأل سؤال وتجاوب عليه، تكون مهتم، تكون بتذاكر، دي نقطة بتحبب الدكتور فيك، والدكتور بيعرف ان انت ممتاز. لما تيجي بقى مثلا سؤال يكون واقف قدامك وتروح تسأل الدكتور، الدكتور يقول لك ركز على السؤال ده ويفهمه لك بطريقة كويسة جدا جدا. واهم حاجة كابراهيم وتجربة شخصية، اهم حاجة ان انت تحترم الدكتور، مش كطالب، لا كدفعة. ان انت مثلا تكون قاعد مع الدكتور او قاعدين في محاضرة والدكتور مستريح معاكم، هيديكوا اسئله من الامتحانات واسئله كتيره جدا. اما لو انت بقى بقيت تذاكر على الدكتور والدكتور ده ما بيحبش يديكوا، او حسيت ان الدكتور ده ما بيحبش يدخل لكم، فاعرف ان الدكتور ده هيجيب لك امتحان صعب جدا. اي دكتور في الكليه عنده استعداد ان هو يسقطك وينجحك ويخليك تجيب امتياز. فلو انت محترم او الدفعه محترمه وكويسه وبتتفاعل مع الدكتور، فاعرف ان انتوا الامتحان هيجي سهل وكلكم هتجيبوا تقدير كويس. ولو الدفعه ديت مش محترمه مع الدكتور، او يعني ايه عارفه الدكتور بالحرف كده عارفاه ومزهقاه، فاعرفوا ان هو عنده استعداد يسقطه، ده دكتور يعني محضر الدكتوراه. فدي النصيحه اللي انا بقولها لك، تفاعل مع الدكتور، قرب من الدكتور، هيديك بعض الاسئله المميزه، هيفهمك كل حاجه. واي حاجه انت محتاجها او مش فاهمها فاسال الدكتور، عمره ما يقول لك لا، عشان الدكتور ده حاجه كويسه جدا وانسان محترم، انسان عنده علم، مش هيبخل عليك. ما تتكسفش. وفي ناس كتير كانت بتتكسف، لا ما تتكسفش، قرب من الدكتور، محدش هيقول لك لا، بس اهم حاجه يكون عندك ثقه بنفسك والدكتور يعرف انك تكون متميز، دي حاجه كويسه. وفي بعض الدكاتره بترخم سنه، ما بيديش اعمال السنه اللي هم 20، او في اي كليه مثلا ثانيه يبقى 30 او كده، ما بتديش اعمال السنه على الشيت بس، لا ده بيدي اعمال السنه. ممكن يقول مثلا ايه 15 شيت، 5 التفاعل في المحاضره. فنصيحتي ودي اهم حاجه، ان انت تكون متفاعل مع الدكتور. سادس نصيحة بقى، وطلاب كتير ما بتروحهاش او ما بتعملهاش، وهي السكاشن. حضورك للسكشن، فاعرف ان انت متميز عن اي حد تاني. ليه بقى؟ عشان المحاضرة الدكتور بيشرح النظري وجزء من العملي، امال السكشن الدكتور بيعيد على الجزء النظري المهم وبيشرح العملي كله. يعني الدكتور بيقول لي مثلا للمعيد
اللي بيخش لك في السكشن ده معيد، ده بيبقى مثلا طالب الاربع سنين تفوق جاب امتياز طلع الاول على دفعته فبيتعين معيد في الكليه، فانت تحضر السكشن ده بيكون اللي بيديك معيد مش دكتور. فحضورك للسكشن مهم ليه بقى؟ عشان الدكتور بيقول للمعيد يهتم على السؤال ده، السؤال ده هيجي في الامتحان اديه للطلبه، الفكره دي مهمه جدا، الفكره دي ركز عليها. هقول لك بقى لو انت حضرت المحاضره ولقيت الدكتور بيركز على فكره والمعيد عادها تاني فاعرف ان دي جايه في الامتحان 100%. وبرضك في نصيحه نسيت اقولها لكم، الكشكول، اعمل كشكول لك، كشكول في كل محاضره الدكتور بيقول السؤال ده جاي في الامتحان، اعمل كده سؤال امتحان، عشان على ما تكون خلصت مثلا 10 محاضرات وجي امتحان الميد ترم او الفاينل تكون جمعت اسئله كبيره جدا من الامتحان، والدكاتره بتبقى صادقه، السؤال اللي بيقول لك هيجي في الامتحان بيجي في الامتحان، ودي عن تجربه شخصيه، الدكتور كان يقول السؤال ده بيجي في الامتحان كان بيجي، كنت بجمع الحمد لله الاسئله ديت وكنت بنزلها لاصحابي. اهم حاجه ما تبخلش على اصحابك، ساعد الكل فربنا هيساعدك وهيوفقك، دي اهم نقطه برضك للناس اللي هي حابه تكون متميزه جدا، ساعد صحابك ما تبخلش على حد بمعلومه. نصيحه وتركز عليها قبل كل امتحان وهي حل امتحانات سابقه يعني دفعات قبل كده، وحل الشيت وحل ملخصات والفاينل اللي هو بينزل في المكاتب اللي هي بتكون قريبه من الكليه، او تركز بالذات على زي ما قلت لك الاسئله اللي الدكتور قالها قبل كده. وفي مكاتب بتبقى كتيره جنب اي كليه، كليه هندسه، اداب، كليه تجاره، ومن الكليه في كليه تجاره في مكاتب كتير بتنزل ملخصات وشتات، ومن المكاتب اللي انا كنت باخد منها ملخصات شخصيا يعني. طبعا بص اقول لك حاجه، انا في الفيديو ده بنصحك بكل حاجه، فاي حاجه انا عملتها عشان حرفيا الحمد لله جبت امتياز، فانا حابب اقول لك تجربتي قبل كده. يعني من المكاتب اللي انا كنت بروح عندها ومكتبه القاده، مكتبه القاده ديت بتاعت الاستاذ اسامه، الاستاذ اسامه ده كان بينزل لنا ملخصات على طول ودايما وبيتابعنا على طول، فهو اي ملخص او اي محاضرات بتكون عنده. المكتبه دي مكتبه القاده بتبقى جنب مطعم نوح قدام كليه التجاره، فالمكتبه ديت كانت قبل اي امتحان كنت بروح وكنت باخد الملخص بعد ما اذاكر. طبعا بعد ما اشوف المحاضرات باخد بقى الملخصات دي بيبقى فيها بقى امتحانات سابقه، الشتات، بيبقى مجمع لك كل حاجه كوكتيل بقى، والاسئله بقى بيبقى مركز مثلا الدكتور ده جابها قبل كده ومركز عليها فبيكون كاتبها لك، فالملخصات ديت او المحاضرات دي بتركز عليها قبل كل امتحان، فدي نصيحتي من ليك، دي النصيحه اللي انت تركز عليها. اهم حاجتين اتنين، تكون متفاعل مع الدكتور، تاني حاجه ان انت ملخصات وامتحانات سابقه تركز عليها، وحل الشتات دي اهم حاجه. والمكتبه دي طبعا بيبقى عندها بقى مثلا لو انت حابب تدفع مصاريف كتب شتات اي حاجه بتكون موجوده عندها. تاني نصيحه بقى وهي الكورسات، ايه المواد اللي انت تاخد فيها كورسات، وايه الدكاتره اللي انت تروح عندهم، وايه بعض الحاجات اللي انت ما تروحش فيها كورسات، او بعض المواد اللي هي مش محتاجه كورسات، وايه ازاي تذاكر. النصيحه التامنه ديت مش هكملها في الفيديو ده عشان ما اطولش عليكم، انتظرونا باذن الله في الفيديو الجاي هنتكلم عن اهم المواد اللي انت تروح فيها كورسات، واهم الحاجات اللي انت بتعملها وانت بتذاكر، يعني ايه الطريقه اللي انت تذاكر بيها هنقولها برضك في الفيديو الجاي. ولو عجبك المحتوى او عجبك الكلام او عجبك النصائح دي فما تنساش تشترك في القناه عشان باذن الله هتستفاد جدا جدا. ولو انت طالب في كليه تجاره فحابب اعرفك ان على القناه اسئله كتيره جدا بتيجي في الامتحانات، مش عشان القناه بتاعتك، لا حرفيا اسئله بتيجي في الامتحانات بنسبه 100%، ولو انت يعني عارف طالب قبل كده في فرقه ثانيه فانت ممكن تساله. وشكرا لاستماعكم، وكان معكم ابراهيم دوما من قناه اكاونتنج كورس. وحابب اقول لك ان انت تشير الفيديو ده عشان لو انت شيرته حد غيرك يستفاد، وزي ما قلنا اهم حاجه ان احنا نساعد بعض، فشير الفيديو ده وما تنساش الاشتراك في القناه ولايك والشير للتحفيز والدعم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.